مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شانل لاين. وصفت مجلة جون إفريك الفرنسية الرئيس الجزائري ووزير الداخلية الفرنسي بالعدوين اللدودين قائلة: إنه رغم أن الرئيس الجزائري يؤكد مرارا أن محاوره في فرنسا هو إيمانويل ماكرون، إلا أن وزير الداخلية هو من يتصدر المشهد يوميا ويغذي التصعيد بخلفيات سياسية واضحة. ففي الأزمة السياسية التي تعصف بالعلاقات بين باريس والجزائر، حسب المجلة الفرنسية، يتواجه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتيو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكلمات قاسية ومواقف هجومية في مواجهة شخصية غير مسبوقة في سجلات العلاقات الجزائرية الفرنسية. ودخل روتيو، توضح جون إفريك، الحكومة الفرنسية في شتنبر 2024 عقب حل فاشل للجمعية الوطنية، ومنذ ذلك الحين فرض نفسه كفاعل أساسي في الملف الجزائري، رغم أن هذا الملف يدار تقليديا من قبل دبلوماسي وزارة الخارجية الفرنسية، وبالطبع من قبل رئيس الجمهورية ومستشاريه. وتابعت مجلة جون إفريك القول إن روتيو الكاثوليكي الممارس واليميني المتشدد يدافع عن سياسة صارمة في إدارة الملفات الخلافية مع الجزائر، وهو بذلك يستلهم مواقفه من ناقد آخر للنظام الجزائري، السفير السابق في الجزائر زافييه دريانكور، الذي تربطه به علاقة صداقة، إلى جانب الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلم صنصل المسجون في الجزائر منذ نوفمبر 2024. ما زاد من توتر العلاقات بين البلدين. وواصلت المجلة الفرنسية توضيح أن روتيو، الذي لم يسبق له أن زار الجزائر خلافا لسلفه جيرالد دارمانا، يعلن بكل وضوح عن سياسته القائمة على الرد التدريجي، إلى درجة أثارت انزعاج وزارة الخارجية وقصر الإليزي. وفي هذا الصراع يقدم نفسه كضحية، لكن مشاركة وزير الداخلية الفرنسي في هذه الأزمة ليست من أجل الجزائر فقط، بل الدوافع سياسية داخلية. تقول مجلة جون إفريك موضحة أنه يسعى للفوز برئاسة حزب الجمهوريين في انتخابات 17 و 18 ماي بمواجهة لوران فوكيه، وقد جعل من الملف الجزائري محورا لحملته ودليلا على صلابته. وطموحه يتعدى رئاسة الحزب، فهو يطمح للرئاسة في 2027، ولهذا يركز على مواضيع ستطغى على الحملة الانتخابية: الجزائر والهجرة بشكل أوسع. ويقول دبلوماسي فرنسي ساخرا: أفضل من يروج البرونو روتيو هو الرئيس الجزائري، إنه يدفعه نحو رئاسة الحزب وتصدر استطلاعات الرأي، كما تنقل عنه مجلة جون إفريك. من جهته، يتبنى الرئيس الجزائري مقاربة مختلفة تماما، فمنذ زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس 2022 نسج تبون علاقات صداقة وثقة واحترام مع نظيره الفرنسي. وإذا كانت العلاقات الجزائرية الفرنسية تعتمد سابقا على الانسجام بين الرئيسين، فإن تبون اليوم يجد نفسه في مواجهة معارضة شرسة من قبل برونو روتيو. تقول المجلة الفرنسية: ورغم أن بون يحرص على التأكيد في العلن والسر أن محاوره الوحيد هو ماكرون، فإنه لا يخفي احتقاره وعداوته لوزير الداخلية الفرنسي. وقد قال لزواره إن التعاون الأمني مع جهاز المخابرات الداخلية الفرنسية التابعة لوزارة الداخلية لن يستأنف ما دام روتيو على رأس الوزارة. تبون، الذي يتبع نظام حكم رئاسي قوي ويشارك سلطاته مع عدد محدود من المستشارين، يحتكر إدارة العلاقات الدولية، لا سيما مع فرنسا، لدرجة أن وزارة الخارجية تحولت إلى مجرد ملحق لقصر المرادية. تقول مجلة جون إفريك مضيفة أنه عندما يصرح روتيو بأن تبون يسعى لإقالته، أو حين يشتكي من ظهوره المتكرر في الإعلام الجزائري، فهو لا يجانب الحقيقة، إذ تخضع الصحافة الجزائرية لتوجيهات المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، التي يشرف عليها أحد المقربين المخلصين لتبون، والتي تحدد مضمون المقالات التي تستهدف وزير الداخلية الفرنسي روتيو. وقال تبون في 22 مارس أمام وسائل الإعلام: مرجعي الوحيد هو الرئيس ماكرون. وقد أراد من هذا التصريح استبعاد وزير الداخلية من إدارة الأزمة وتداعياتها. وبعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في 6 أبريل، استأنف الطرفان الحوار، واعتبر ذلك وربما بتسرع نهاية للأزمة.
لكن هذا الانفراج أضعف نهج روتيو المتشدد لصالح مقاربة أكثر دبلوماسية من قبل الإليزيه ووزارة الخارجية.